طيب نروح بسرعه على الكونغو ونطمن على بعثه نادي الزمالك. معايا على التليفون كابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك. كابتن حماده ازي حضرتك؟ كريم اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله تمام. طمنا يا كابتن حماده على الفرقه، سامعين ان في بعض الصعوبات ومفيش حد كان موجود من استقبال من مسؤولين في نادي مازيمبي، وسامعين ان في مشاكل في فندق نادي الزمالك، يعني سامعين ان في غضب من المسؤولين في نادي الزمالك بسبب التجاهل من مسؤولين نادي مازيمبي الكونغولي. والله كابتن كريم احنا اتفاجئنا يعني بالحاجات اللي بيعملوها معانا نادي مازيمبي. ان احنا من ساعه ما جينا قعدنا في المطار حوالي 3 ساعات عشان نستلم الشنط بتاعتنا، والشنط بتاعتنا قدامنا ومش عايزيننا نستلمها. طريقه يقول لك استنى ما نجمع الشنط كلها، مع ان يعني طبيعي في اي مطار اللي بتيجي شنطته ياخد شنطته ويخرج. ايوه دي كانت اول حاجه. بعد كده مفيش امن خالص معانا بيرافقنا من ساعه ما وصلنا لحد النهارده لحد دلوقتي. ثالث حاجه ان احنا لما جينا الاوتيل هنا ما لقيناش ان الاوتيل مستعد ان هو يستقبلنا. قال لك لا هنقعد حوالي ساعتين لحد ما نجهز الاوض. ما كانش في حجز يا كابتن حماده؟ ابتدينا بقى يبقى في مشاحنات، وكابتن ابراهيم يوسف تدخل. ابتدوا هم يطلعوا الكروت بتاعت الاوض وما فيش نص ساعه وسكننا. يعني معنى كده ان ما كانش في مشكله بالنسبه للاوض. ايوه. الحاجه بقى الاصعب ان احنا بنكلم مدير النادي بنسال على ميعاد الاجتماع الفني، فقال لنا هو يوم الجمعه الساعه 6 والمغرب كان هنا الساعه 6. فطبعا قلنا له ازاي احنا الناس صايمه واحنا مسلمين وده الميعاد اللي بنفطر فيه. قال لك بس ده مالهوش دعوه بالاجتماع. فهو في تعمد بطريقه غريبه. وعارفين طبعا الميعاد ده اللي هو بتاع الافطار ومصممين ان هو يبقى في نفس الميعاد دوت. فاحنا مستغربين، يعني احنا مش عارفين هم ليه بيتعاملوا معانا بالطريقه دي يعني. كابتن حماده بس هم هيجوا لنا الماتش اللي بعده، يعني المفروض يكونوا برضه عاملين حساب ان هم جايين مصر الماتش اللي بعديه. والله يا كابتن كريم احنا ما بنقدرش نقول انتوا جايين ومش جايين. يعني احنا المفروض نادي مازيمبي نادي دلوقتي يعني بعد ما وصل لتاني عالم، يعني حتى كل الفرق الاجراءات الحاجات البسيطه دي التعاون مع الفرق المفروض دي خلاص يعني التعصب ده بيكون راح. لكن احنا لا، احنا في تعصب جامد جدا. في معامله يعني انا بعتبرها معامله سيئه جدا جدا جدا. لكن احنا مش بنقول ان المعامله هتبقى بالمثل، لكن اكيد لو هم مع يعني نفس المعامله كده اكيد احنا هنتعامل معاهم برضه بنفس المعامله. بالظبط. طيب كابتن حماده، يعني عايز اعرف حاله الفريق. سمعت ان كان نور السيد وابراهيم صلاح عندهم اصابه ما اشتركوش في المباراه الوديه مع الداخليه. الجو هناك في الكونغو عامل ازاي؟ شايف انت الماتش والحاله المعنويه لعيبه نادي الزمالك قبل مباراه مهمه زي مازيمبي ازاي؟ والله يا كريم احنا يعني كل ده شيء، لكن لعيبتنا تركيزها في المباراه ده شيء ثاني. اللعيبه مركزه، اللعيبه ان شاء الله ربنا يسهل ونقدر نعوض الماتشين اللي فاتوا اللي كان في عندنا سوء حظ بطريقه رائعه عليهم، لانه كان عندهم ايجاد لكن ما عندهمش اصابه معينه. بقيه اللعيبه كلها ان شاء الله مستعدين يعني المباراه باذن الله. الجو اخباره ايه يا كابتن حماده هناك في الكونغو؟ الجو بالليل برد يا كابتن كريم. هم هنا دلوقتي يعتبر عندهم شتاء. درجه الحراره الصبح 25، لكن بالليل بقى يعني دلوقتي الجو برد عندهم. طب كويس. يعني كده المدينه اللي احنا فيها المومباشي نفس توقيت مصر. يعني احنا دلوقتي نفس التوقيت عندكم في مصر بالظبط. يعني الماتش هيبقى الساعه 3:30 في مومباشي، هيبقى في القاهره 3:30. الجو هيبقى كويس مقبول بالنسبه لعيبه نادي الزمالك. هيبقى حلو. طب كويس. طبعا هيبقى حلو طبعا. كويس. هتتمرنوا على ملعب المباراه امتى يا كابتن حماده؟ يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 3:30. يوم الجمعه 3:30. يعني الحمد لله كل الامور ما عدا الحاجات السيئه من او المسؤولين في نادي مازيمبي، كل الامور انتوا كبعثه نادي الزمالك الحمد لله ما بتفكروش في القصه دي. اللعيبه منفصله تماما عن المشاكل دي ومركزه بس في المباراه.
الحمد لله ان شاء الله. بشكرك كابتن حماده، وان شاء الله بالتوفيق، ونبارك لكم ان شاء الله بعد المباراه. مباراه مهمه جدا مع مازيمبي. كان معانا كابتن حماده انور مدير الاداري نادي الزمالك من الكونغو على التليفون. بشكرك.